قديس النهاردة اسمه إكلاديوس ابن الملك أبطالماوس. قديس جميل وعظيم جدا، وعمل معجزات مع ناس كتير وظهر لناس كتيرة جدا، وفي آخر الفيديو في كذا معجزة ليه. وهو كمان عمه يبقى نوماريوس قيصر، وابن عمه كان الشهيد العظيم توادرس المشرقي، وابن عمته الشهيد العظيم بؤتر ابن رومانوس. كبر قديسنا في بر وتقوى، وكان بارع جدا في فنون القتال، وبقى أمير للجيوش الرومانية، وكان محبوب جدا من كل الشعب، اللي كان دايما أول ما يجي كلهم يجروا ويقفوا طابور كده قدامه عشان بس يبصوا على وشه، لأنه كان بارع الجمال. ومن شدة جماله ومن كتر حب الناس ليه راحوا رسموله صورة وعلقوها على باب المدينة. قديسنا رفض الجواز فاتسمى بالعزب، وحتى وقت الحرب بين الروم والفرس أثر الفرس الأمير إكلاديوس، وكان عايز ملك الفرس إنه يجوزه بنته فرفض بشدة. فراح بعت الأب البطريرك الأمير توادرس المشرقي عشان يفك أسره، لكن ملك الفرس حطهم في السجن. فراح ربنا بعت لهم رئيس الملائكة ميخائيل وغبريال بسيوف نارية، وغلب بيهم الأميرين كل قوات الفرس. ولما الإمبراطور ديوكليديانوس مسك الحكم بدأ يضطهد كل المسيحيين، فقام راح للقديس إكلاديوس والأمير بؤتر وعنفوه على اللي هو بيعمله، وإن قراراته دي كلها ظلمة، فقعد يترجاهم إن هما يبخروا الأوثان، فراحوا جحدوا آلهته. فراح خاف جدا ديوكليديانوس إنه لو أخد أي إجراء ناحية القديس إكلاديوس الشعب كله يتقلب عليه، لأن الشعب كان بيحب القديس جدا. فراح بعته لصعيد مصر، وكان معاه رسالة بيطلب فيها من إريانوس ولي أنصنة إن هو يحاول مع القديس بأي طريقة إن هو يبعده عن إلهه وإنه يعبد الأوثان. وهما ماشيين في الطريق اتقابل القديس مع راجل أعمى، فراح صلى من أجله، وفي وقتها أبصر في الحال. فكل الجنود الستة اللي كانوا معاه أمنوا بالمسيح، وأول ما وصلوا الأنصنة أعلنوا إيمانهم ونالوا إكليل الشهادة. وبيتقال إن خبر استشهادهم ده كان يوم 20 من شهر بشمس. لكن إريانوس لما قرأ جواب الإمبراطور راح قام وباس إيد الأمير إكلاديوس عشان كرامته الكبيرة واسمه ومنصبه، وطلب منه وترجاه إن هو يبخر الأوثان. فراح أمره القديس وقال له نفذ اللي اتقالك في خطاب الإمبراطور. فراح سجنوا الوالي جوه اسطبل خيل الجيش اللي كان في منطقة زمان كانوا بيسموها زين البكور، ودلوقتي اسمها باقور بأسيوط. وبعدين رحلوه مرة تانية لأنصنة، وهناك في قرية اسمها مصارة في ديروت اتقابل مع شابين، واحد اسمه أبامون وواحد اسمه سيرنا. ففرحوا جدا لما تعرفوا على القديس وحبوا جهاده، وراحوا أعلنوا إيمانهم. فراح سجنهم الوالي معاه، وكانوا هم في السجن بيسبحوا الله زي الملايكة. وتاني يوم الصبح جاب الوالي الشاب أبامون، ولما حاول معاه ان هو يعبد الأوثان ورفضه وشهد للسيد المسيح، راح أمر ان هو يتحط على سرير من حديد ويولعوا النار من تحتيه. لكن اللي جنن الوالي أكتر ان الجنود اللي جم مع القديس إكلاديوس أعلنوا إيمانهم وقالوا ان سيدنا إكلاديوس سلمنا للملك الحقيقي يسوع المسيح. فاتغاظ الوالي جدا وأمر بقطع رؤوسهم، لكن إكلاديوس كان بيشجعهم وبيعزيهم. لكن هم قالوا له احنا بسببك خدنا بركة كبيرة ونلنا هذه الكرامة. فراح قال لهم امضوا بسلام وكونوا قربانا وبكورا للرب، وبعدين سلموا حياتهم في ايد الرب يوم 20 بشمس. وفي الوقت ده كان في مكان قريب من مكان التعذيب، كان في مكان كده زي كتاب، كان في معلم بيعلم تلاميذ. راح طلب منهم وشجعهم ان هم يروحوا للوالي ويشهدوا للسيد المسيح عشان يروحوا الملكوت. كانوا عبارة عن 142 طفل. شافهم الوالي واندهش جدا وقال لهم انتوا فين أبوكم وأمكم؟ راحوا قالوا له أبونا في السماء وأمنا هي الكنيسة. ولما شاف القديس إكلاديوس المنظر الجميل ده قلبه فرح جدا، وقعد يشجع الأطفال دي، ومعلمهم كان بيرتل المزمور وبيقول سبحوا الله في القدسين، والأطفال بيردوا عليه بنغم روحي جميل جدا. والمشهد ده كان قدام ناس كتيرة جدا واقفة، كل الناس دي نزلت على المدينة وحكت كل اللي حصل. فجت 28 واحدة ست من أمهات الأطفال دي
وجم قالوا لأطفالهم: انتوا ايه اللي حصل لكم؟ ازاي تفكروا تروحوا للمسيح وتسيبونا هنا لوحدنا في العالم ده؟ فراح اتغاظ الوالي جدا من المنظر ده، وراح رمى كل الناس بالأطفال بالستات في أتون النار. والكلام ده كان يوم 22 بشمس. وبعدها جت بنت اسمها تكلة، كانت ابن كراس في مدينة أسيوط. جت لابسة لبس حلو جدا لغاية ساحة العذاب، وقعدت تتكلم مع الأمير إكلاديوس وأبامون زي ما يكونوا اتنين اخواتها. فاتغاظ جدا الوالي وراح أمر بقطع راسها. وحصل الكلام ده في شرق أسيوط. وبعدها الجنود اللي عملوا كده راحوا للقديس إكلاديوس وأبامون وطلبوا منهم ان هم يسامحوهم لو عملوا اي حاجة ضايقتهم، عشان هم رايحين دلوقتي يقدموا نفسهم للاستشهاد. والكلام ده كان يوم 23 بشمس. وفي الاخر راح امر الوالي ان يتعلق القديس إكلاديوس على خشبة ويتطعن بالحرب لغاية ما يموت. وفعلا ده حصل، ونال الامير إكلاديوس اكليل الشهادة. اول كنيسة تم تكريسها على اسمه موجودة دلوقتي في باقور التابعة لإبراشية أسيوط، واللي قال كده نيافة الحبر الجليل الأنبا متقاوس أسقف ورئيس دير السوريان في كتابه روحانية التسبيحة. وده لما شرح الربع الخاص بالشهيد في مجمع التسبيحة. وليه كنيسة تانية بمير القوسية وكنيسة الشهداء بأسيوط اللي فيها رفات 5 شهداء، واحد منهم كان الشهيد إكلاديوس. وليه مسبح تاني في دير الأمير توادرس المشرقي في ديروت. وليه كنيسة على اسمه للأرمن الأرثوذكس في دمياط. ورفات القديس موجودة دلوقتي في كنيسة باقور أسيوط، وفي كنيسة الشهداء بأسيوط، وفي كنائس كتيرة جدا، وفي كنيسة المعلقة بمصر القديمة، ودير الأمير توادرس المشرقي، ودير الشهيد ماريمينا في ديروت. وليه معجزات كتيرة جدا، منها إن المتنيح القس بؤتر كاهن الكنيسة راح مرة القاهرة عشان يطبع صورة الشهيد المعروفة في باقور. هو كان عايز يطبع صورة واحدة، اتفاجئ إن لقى الصورة اتطبعت أضعاف من غير ما يحط ورق زيادة. مرة تانية حاول واحد من الحرامية إن هو يكسر حيطة الكنيسة في باقور عشان يسرقها، فراح ظهر له الشهيد وسمره على الحيطة واتفضح أمره. ومعجزة تاني، مرة شيخ الغفر كان ماشي من قدام الكنيسة في قرية باقور، راح سمع أصوات فوقف كده ركز، لقى أصوات صلوات. ولما خبط الباب فتح له شاب جميل جدا، وشاف سواح بيصلوا جوه الكنيسة. الشاب ده كان القديس إكلاديوس. كتير جدا من اخواتنا المسلمين بيجوا لغاية الكنيسة بيقدموا ندورهم وبيشكروا الشهيد على اللي بيصنعوا معاهم، لأنه عمل معجزات كتيرة جدا مع ناس مسلمة. وحصل كمان إن في صورة للشهيد إكلاديوس موجودة في بيت أحد الفلاحين البسطة في قرية باقور. الصورة دي نزلت زيت شفاف ليه ريحة جميلة جدا. من قريب راح بعت أبونا سلوانس كاهن الكنيسة أيقونة للقديس إكلاديوس لمزار مزرعة كيرولومينا بأسيوط. وفي المكان المبارك ده راحت الأيقونة نزلت زيت هي وباقي أيقونات القديسين. وفي كنيسته بمير ظهر معجزة ليه. لما حاول الفراش إن هو يخش عشان ينظف الكنيسة، راح لقى شاب قاعد في أول صف، فحاول يخرجه وهو بيقوله: يلا عشان أنا عايز أنظف الكنيسة وأقفلها. فراح قال له الشاب: أنا هنا في بيتي، أنت إزاي عايز تخرجني؟ فرد عليه الفراش وقال له: الكنيسة بيتنا كلنا، يلا اتفضل عشان أنا عايز أنظف الكنيسة. فراح قال له القديس: أنا الأمير إكلاديوس. فراح خرج الفراش بسرعة جدا، راح نادى الكاهن والخدام. ولما دخلوا الكنيسة ملقوش الشهيد، لكن وجدوا أثر ليه على المكان اللي هو كان قاعد فيه. انطبعت صورته في المكان اللي كان قاعد فيه. وكان معاهم واحد مش مسيحي وسمع الكلام ده وقعد يستهتر ويتريق على اللي حصل، بيقول لهم: مفيش حاجة، انتوا بتقولوا أي كلام. ولسه بيحط ايده على مكان الأثر ده فاتصاب بالشلل. راح أبونا والخدام اللي معاه عملوا تمجيد للقديس وطلبوا منه يتشفع له إن ربنا يشفيه. وفعلا ده حصل واتشفى في الحال ومجد ربنا. واخر حاجة لسه عارفاها من اب قريب جدا، في واحدة من المكرسات في دير درومكا شافت مرة الصبح بدري قوي فارس على حصانه فوق الجبل، فراحت جري على سيدنا المتنيح الأنبا ميخائيل وقالت له على اللي حصل، وقالت له: انا شفت الشهيد ماري جرجس. فقال لها: لا، اللي انت شفتيه ده هو الشهيد إكلاديوس، كان بيحرس الكنائس بتاعتنا، كنائس الإبراشية. وفي كتير جدا من المعجزات اللي عملها القديس إكلاديوس محدش لسه يعرفها مع مسيحيين ومسلمين.
بركة صلواته القوية تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديس إكلاديوس ابعتها لكل الناس، خلي الناس تعرف قصته الجميلة ويتباركوا بيه. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم الساعة 8 بالليل مع سيرة قديس جديد.